আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়েলকাম টু সিলেটি অনলাইন। দেশ বিদেশ আশা করি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে প্রীতি শুভেচ্ছা এবং পবিত্র জুম্মা মুবারক। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আব্দুল নূর মোহন পবিত্র উমরা পালনের জন্য আজান হচ্ছে, আমি আজানের সময় একটু সামনে দাঁড়িয়ে সবকিছু বলবো। আমি জানছিলাম যে সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে না, যেমন বয়ানের সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে কিনা জানতে وتعبد بها القلب والجوارح جميعا وجعل حظ القلب ونصيبه منها أكمل الحظين وأعظم النصيبين إقبالا على ربه সবাইকে শেয়ার করে দেবেন। সবাই একজন অপরজনকে
আজকের এই জুম্মার বয়ানটা সরাসরি মদিনা শরীফ থেকে অন্যজনকে শোনার তৌফিক দান করে দেন। মনে রাখবেন এই অমিলটা অনেক বড়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মদিনা মুনাওয়ারা না আসলে বোঝা যায় না যে এই মদিনা মুনাওয়ারার মূল্য কত। আমরা সবাই শেয়ার করে দিই। চলছে জুম্মার বয়ান সরাসরি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকের থেকে। ودعاه إليها كل يوم 5 مرات، وجعل في كل لون وحال لذة ومنفعة لتكمل عبوديته وتعظم كرامته وتكفر خطيئته، فلكل لون نور ولكل حال سرور، يجده المصلي قوة في قلبه وعونا في جوارحه وثوابا يخص كل فعل يوم لقاء ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. وذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: من حافظ
مرشدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لما كان جذب الأرواح متتابعة وقحط النفوس متوالية جدد الله الدعوة إلى هذه الصلاة، جدد الله الدعوة إلى هذه المكتوبة حينا بعد حين رحمة منه وفضلا. فلا يزال العبد مستسقيا من بيده غيث القلوب وسقيها، مستمطرا سحاب رحمته وريها، لئلا ييبس ما أنبتته له من كلأ الإيمان وثمار الإيقان. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عباد الله، إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام ب5 كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وكان من ذلك أن قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه بوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يكتب للعبد من صلاته ما عمل منها، فسر الصلاة وروحها ولبها إقبال العبد على الله بكليته. فكما أنه لا ينبغي له أن يصرف وجهه عن قبلة الصلاة، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن سيده ومولاه. فبيت الله قبلة وجهه ورب البيت قبلة قلبه، فإذا أقبل على الله أقبل الله عليه، وإذا أعرض الله عنه. ومن ترك الصلاة فقد نقض العهد وكفر مولاه وأعرض عن ذكر الله، فيا لفساد عيشته وعمى بصيرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال: وصلوا وسلموا عباد الله على خير خلق الله. فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعليك بأعداء الملة والدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاة المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. آمين. اللهم ولي عهده وإخوانه وأعوانهم على الخير يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروا قوله لعبده وخليله صلى الله عليه وسلم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. নামাজ শুরু হয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে অন্য কোনো লাইভে আপনাদের সাথে শরীক করব। জাযাকুল্লাহ সবাই ভালো থাকবে, শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।